إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماهير شعبنا في كل مكان. في ختام هذه المواجهة اليومية بين جماهير شعبنا من مدينة آس الشماء ومن مدينة العيون المنتفضة ومن مدينة بوجدور والداخل والسمارة وكل مدن المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، ها هي الجماهير الصحراوية اليوم تقدم أشد أو تصمد وتقاوم أشد المقاومة وتستبسل أروع استبسال وتصمد صمود الأبطال رغم الصعاب وكثرة الشدائد على أهالينا بالأرض المحتلة وبحي معطلة، إلا أن الصمود يحيا في نفوس الصغار والكبار والتحدي يزين القلوب ويتحول اليوم كل حديث عن حكايات الصمود والتحدي تطرب لها الأسماع وتعيش العيون بها. الطفل الصحراوي يحمل خصوصا والشيخ الكبير يقدم، كلهم يشوفون الأب والأم الأخ والأخت، جميع أبناء شعبنا لا حياة لهم مع الحاربة ولا مصير، حيث خرجت جماهير شعبنا من سجون الاحتلال ومن كل نقاط تواجدها منتصب القامة. وقم أيها الشعب الصحراوي، فخرجت فلذات أكبادنا وتكسرت الأقفال وتطايرت القضبان وتساقط سقف السجن والسجان وأواصلت السجان ودوت الجدران وداسوا على عنجهية الاحتلال وقهرت قبضات الأبطال غطرسة الاحتلال. فقولي للعالم أيتها الصحراء الغربية، لقد صبرت وصمدت وتعذبت وسال دمي ونزف دمعي، ولكن انتصرت وها أنا أمد يدي من وسط الحصار لكل العالم، لتونس ولمصر ولكل حر في هذه الدنيا. فقومي أيتها الصحراء الغربية، منها يعلن الشعب الصحراوي عن وحدة الحال وتماسك الوجدان وترابط المصير. وقد تعانق قديم يزيد، قد تعانق حي معطلة مع كل نقاط تواجد الشعب الصحراوي. هللي أيتها الصحراء الغربية، هللي وكبري، هللي وافرحي وزغرتي وعلقي في سمائك فانوس بإرادتي بالوحدة الوطنية ليضيء الطريق للحرية ويفتح أبواب الأمل لعشاق الفصل الأكيد، فصل الحرية والاستقلال. الصحراء الغربية كما كانت ستبقى عصية، كما كانت عبر العقود والسنين بحر من دماء وتضحيات وبطولات لا تقطع الحدود. الصحراء الغربية إرادة الشعب لا تنكسر، عصية على الذل والهوان والإنكار، وإيمان عظيم بالنصر الأكيد هي أرضا وشعبا وهدفا تحت لواء واحد آت لا ريب فيه، عندما ينتصر الصحراويون بقضيتهم سلميا قوتهم بلا عنف، ولكن إرادتهم قوية. النصر فؤات الوطن أو الشهادة، والدولة الصحراوية هي الحل، دولة كل الصحراويين من محمد الغزلان وسيدي إفني وقلعة وآس وقليميم والطرفاية والطنطان والعيون والسمارة والبوجدور والداخلة. الدولة الصحراوية لنا جميعا وعلى الجميع أن ينخرط في هذه الهبة الصحراوية. شكرا جزيلا أخ يا فوينتي، ولك أحلى لاقة. هذا ما ممكن أن نساهم في هذا الامتحان، ولك أحلى لاقة. ومضى حق وراءه مطالب. حرب التحرير تضمنها الجماهير المجد والخلود للشهداء والهزيمة الشعب الصحراوي اليوم ينتصر، الشعب الصحراوي اليوم يتحدى المحتل، الشعب الصحراوي اليوم يبعث برسالة واضحة إلى العالم أجمع. ها نحن هنا، ها نحن صامدون، ها نحن على طريق شهداء ثورة العشرين المجيدة. إذن شكرا جزيلا للصحراوي الحر كما عودنا دائما، ليس فقط هنا في هذه
التواجدات الإعلامية عبر الشبكة العنكبوتية، بل بالأمس القريب في الإذاعة الوطنية وعبر وسائل الإعلام الوطنية، وفي النقل المباشر للاستعراضات العسكرية سواء في التفاريت المحررة أو في ميجك المحرر. تحية لكل المناضلين الأحرار، تحية لكل الأبطال، تحية حقيقة لجماهيرنا في مدينة العيون الذين أبلوا البلاء الحسن اليوم ليلة البارحة. اليوم والزغاريد تدوي عالية مدوية في كل أرجاء الصحراء الغربية المحتلة وفي مدننا الموجودة حقيقة. البعض يقول شمال الجمهورية السليبة ونقول السليبة. أهالينا هناك، جماهير شعبنا الصامدة، المجد لكم والخلود لكم. الشعب الصحراوي يقول ها أنا ذا موجود وعلى الطريق سائر، وماضى حق وراءه مطالب، وحرب التحرير تضمنها الجماهير. أدري أن الشعب الصحراوي يحس في نفسه هذه اللحظات أو بالأمس القريب رغم حزنه الشديد وألمه على فقدان أحد كفاح قادته الشهيد الخليل سيد محمد، إلا أنني أدري أن الشعب الصحراوي مسكون هذه الأيام بمشاعر النخوة والعزة جراء ما تحققه قضيته من مكاسب على عدة مستويات. وإننا نشهد الآن لحظات تاريخية لكفاح الصحراويين، جميع الصحراويين، بعدما أعادت مداولات أعضاء مجلس الأمن الدولي حول المسودة الأمريكية الداعية تكون المراقبة والمعلومات الثانية عززته وتعزز الجماهير الصحراوية في هذه اللحظات في الأرض المحتلة ومدن جنوب المغرب والمواقع الجامعية إضافة نوعية، سيما في مجال محتواها في مواجهة منظومة الإجراءات القمعية المغربية. فهنيئا للشعب الصحراوي بهذا المكسب، وهنيئا لجماهير شعبنا بهذا الإنجاز. ولن يتسلل أبدا اليأس والإحباط لنفوس الجماهير الصحراوية، فيدرك الاحتلال وتدرك الولايات المتحدة الأمريكية وتدرك فرنسا والعالم الذي وجد في صوت الشعب الصحراوي صوت الحق والعدالة، الذي سيطر وخيم على كل نقاش في أروقة مجلس الأمن الدولي بعدما أصبح يصبح صداه في كل سقاع الأرض، بل تجاوزت المطالب والمصروفات بعد القضية الصحراوية، تستوعب الأبعاد الأخرى ذات الصلة بالقيم الإنسانية، وهو ما شكل إحراجا للمجموعة الدولية التي تدرك أنها محكومة بشبكة قرارات دولية تضر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ومن هنا يمكن فهم دخول واشنطن على الخط، ولا يمكن إدراجه إلا في إطار التسليم لحتمية انتصار الشعب الصحراوي. فهي تعلم، وخاصة بعد أحداث الربيع العربي، أن للشعوب بأس لا يضاهي بأس أعتى جيوش العالم، ولها ثورة تحرق بنيرانها القصور والحصون، وأنه لا يوجد هناك سلاحا أشد فلكا من ثورة الشعوب على الظلم والطغيان والاستبداد والاحتلال. وحتى فرنسا التي يحلو لها دوما أن تلعب دور الأم الرؤوف للمغرب تعي جيدا أكثر من غيرها كم من قوى احتلال ضربت في وحدة وانتفاضة شعب، وكم بذل من قوات بغضبي شعب، وكم من ممالك انتصرت بصحوة شعب. ولم تنتظر اليوم الجماهير الصحراوية كثيرا حتى تجسد هذا الحال على أرض الواقع. فبعدما ظن ملك المغرب وظن الساسة المغاربة واهمين أن صدور بيان القصر بعد تأجيل التصويت على المقترح الأمريكي أنه سيسلل اليأس والإحباط للنفوس الصحراويين، سرعان ما ردت الجماهير الصحراوية بآسة وبوجدود
وبالسفارة وبالداخلة وبالطنطان وبالعيون الصامدة الآن المنتفضة الآن الثائرة الآن الشامخة الآن برد بالصفة الفورية تشمخ اليوم الإرادة الصحراوية في كل نقاط تواجد الجسم الصحراوي، وتتطلب الانتفاضة لتفتح أفق جديد للصحراويين، واجتياز منعطف ينفتح بالأكيد على اختيارات واعدة بالتشجيع بالاستقلال، ويبرهن للعالم أجمع وللمغرب أن المخزون الوطني الصحراوي المقاوم لا ينزل أبدا، وأن الرهان على تعب الشعب الصحراوي ومعاناته وعذابه سيقوده للتنازل عن حقوقه الوطنية وثوابته الوطنية، هو رهان خاسر 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 ولا أساس له. إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، ولا يظهر العز منا ولو رأينا المنايا بنينا. الصحراء الحرة تاريخ أمة فيا أيتها الصحراء الغربية، يا جماهير شعبنا في كل مكان، أيها المناظرون الأحرار، أيها الوطن العريق، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، شعبنا في كل مكان، قم وانتفض واكسر صهوف الصمت والغضبان، اطلق أسود النيل من سكناتها، واهدم قلاع البطش والطغيان. بالأفق هدف قريب التحقيق والإنجاز إنه الاستقلال. فقم أيها الشعب الأبي الجبار، قم كبير أنت بشهدائك، قم عظيم أنت بتضحيات أبنائك، قم عظيم أنت بما فيك من عشق الحرية والكرامة والسيادة والعزة والنخوة. قم أيها الشعب وانشد أجمل ألحان الحرية والاستقلال.